عموما البطولة تحظى بكبار الأندية العربية. وركلة البداية هنا بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي محدثكم أحمد خالد النفيسة من مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. بالأخضر الرجاء المغربي وبالأحمر شباب بلوزداد الجزائري. تلعب ركنية الآن عالية بتجاه المرمى خطيرة وفرصة هدف أول. نعم شباب بلوزداد، شباب بلوزداد عبر الركنية مباشرة، عرضيات خطيرة 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 وتحرج دفاعات الرجاء. هدف أول لشباب بلوزداد، هدف أول لشباب بلوزداد بشكل مميز. هدف يسعد فان دي برويك المدرب البلجيكي، لكن عرضية كانت البداية بعرضية خطرة أتت بها الركنية. وهنا شوف الكرة وتصدي زنيتي لما يساعد بأن يبعد هذه الكرة الرأسية الممتازة رأسية ممتازة في هذا الانسلال بالخير. وبالتالي هدف أول لصالح فريق شباب بلوزداد. ممتازة الكرة كانت من حداد، المدافع حداد هو من كان في هذه الكرة. شوف الفرحة الخاصة بالخير في الجهة اليسرى لشباب بلوزداد. ممتاز هذا المرور والوصول، لكن الكرة أخيرا إلى زنيتي ومطالبة بخطأ. مطالبة بخطأ للزنيتي حارس المرمى اللي عاش حقيقة الدقائق الأخيرة هدوء في مرمى لتراجع فريق شباب بلوزداد اللي يحافظ على تقدمه. هنا اللقطة وغرفة الفار ظاهرة أمامك، والحوار الكبير الحاصل من أجل أن يتحصل الحكام على قرار يجدون بأنه هو القرار الصحيح والمنصف في اللقطة الماضية. القرار سيأتي الآن. علي صباح ماذا سيقرر؟ الأمور متجهة إلى ركلة جزاء لصالح الرجاء، حتى أن التعادل يأتي بعد عمل كبير كان في الشوط الأول. على فكرة الشوط الثاني الرجاء ما قدم، رغم أن يعني لسه بادية الأمور 10 دقائق، لكن ما قدم 10 دقائق ملفتة، لكن ممكن يتحصل على ما يريده وتعب من أجله كثيرا في الشوط الأول، يتحصل مباشرة عبر الركلة، لكن عليه أن يسجل أو قندوز يكون له كلمة أخرى ويدافع عن حظوظ فريقه. الركلة والترقب من الجمهور. بوزوق الجزائري راح ينفذ الكرة من الجمهور المغربي، والتنفيذ الآن قادم. بوزوق الجزائري أمام الجزائري قندوز لصالح الفريق المغربي الرجاء. يلعب الكرة بجال مرمى، الله! تعديل للرجاء يسجل بوزوق اللاعب الجزائري. وهذه الفرحة هنا بالمدرج للهدف وللنادي الكبير الرجاء. إذن تعديل عبر الركلة. طير اسلام بالخير، شوف الكرة الماضية، شوف اللقطة الماضية، الخطأ في التمرير ثم بعد ذلك التدخل ومنع اسلام بالخير. كان بالفعل ركلة جزاء صحيحة، واسلام بالخير يتسبب بوجود ركلة جزاء لصالح شباب بلوزداد الذي يقترب شيئا فشيئا من التقدم في النتيجة على الرجاء المغربي. نشوف ونتابع الآن، نشوف ونتابع الكرة الماضية. إذا المقدم هو الذي تسبب بالجزائية للفريق الجزائري. يتلقى الإنذار إسماعيل مقدم في الكرة الماضية. أنس زنيتي في مرمى، هل يسجل ليونيل وامبا أم الزنيتي؟ وامبا أم الزنيتي؟
وامبا من الزنيتي، وامبا يضيع الكرة، وامبا يضيع الكرة ويبقي النتيجة بالتعادل 1-1 بين شباب بلوزداد والرجاء. يا إلهي على السيناريو الماضي الذي كان قريبا شباب بلوزداد من أن يسجل. شوف الكرة الماضية والعرقلة، ثم بعد ذلك احتساب الجزائية، ثم بعد ذلك إضاعة ركلة الجزاء. وهنا الحسرة على لاعبي فريق نادي شباب بلوزداد الذين لا يتواجدون في التشكيل. وإذا انظروا إلى وامبا الذي وقف لم يحرك ساكنا في اللقطة الماضية بعد إضاعة ركلة الجزاء على الفريق الجزائري. الكرة ستلعب الآن من جديد. يسري بوزوق، يسري يحاول، راح يمر، ممكن يمر أو يلعب الكرة العرضية أمامية خطيرة بالراس. الله، جميلة الكرة الماضية، حلوة الكرة الماضية. يا لها من لمسة ويا لها من كرة. يا حسين يا رحيمي، حسين رحيمي كاد أن يسجل الهدف الثاني وهدف الفوز ربما لفريق الرجاء المغربي. شوف الكرة، الله، يا لعيب يا لعيب يا فنان يا حريف يا يسري يا بوزوق. كاد الرجاء أن يصل، وهنا يسري بوزوق، يسري يحاول الهجوم، يتقدم بوزوق، خطيرة بالراس والكرة بالجول. الله، هنالك راية وتسلل، هنالك راية وتسلل، تسلل في الوقت الأخير. أوقات الرجاء هكذا تحضر، أوقات الرجاء دائما تحضر بنفس هذه شوف الكرة، هل كان متسللا أم لا في اللقطة الماضية؟ وبالتالي الحكم يشير إلى وجود التسلل وعدم احتساب الهدف الثاني الذي سجله فريق الرجاء. وكيف لنا أن ننسى ذلك الهدف في مباراة ال4-4 الشهيرة بين الرجاء والوداد في ذلك الديربي الكبير. نشوف الآن الحكم الذي ينتظر القرار من غرفة الكنترول. أنا قلت قبل شوية أن الكرة ربما فيها شك، هل كان متسللا أم لا؟ القرار سيعود إلى غرفة الكنترول. الحكم المساعد هل استعجل في رفع الراية؟ إذا ما سجل الرجاء سيكون هدف غالي وثمين، هدف غالي وثمين للرجاء إذا ما سجل واحتسب الهدف الحكم العراقي. نشوف نتابع ماذا أشار حكم المباراة. إلى هدف للرجاء، جول 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 للنسور الخضراء. النسور تسجل الثاني في الوقت القاتل، في الوقت القاتل يسجل الرجاء ثاني الأهداف عن طريق مشعب عراسي. 2-1، قلبوا الطاولة، قلبوا النتيجة. مشعب العراسي، شوف الكرة الماضية من جديد، لم يكن متسللا، سجل الكرة في المرمى. والهدف الثاني لفريق الرجاء المغربي الكبير يثبت مكانته وقوته ويعود إلى أجواء المباراة حتى ولو كان جريحا. هكذا هو الرجاء. إذن الرجاء يسجل بعد العودة إلى تقنية الVAR. وانظروا إلى السعادة الكبيرة